كندا علوش قالت لمنى الشاذلي ان هي سبب زيادتها في الوزن كان بسبب ان هي بتاخد كيماوي، لان اكتشفت ان عندها عده اورام للاسف. كل بقى اللي هي بتمر بيه قامت كامبينز من التنمر شرسه جدا ضدها، ازاي زادت، ازاي شكلها عامل كده، مش بس كده، ازاي جوزها سايبها توصل للمرحله دي. اللي كندا علوش مرت بيه من التنمر ده سيدات كتير جدا بتمر بيه، بس مش على السوشيال ميديا، بيمروا بيه في المجتمع بتاعهم، وسط صديقاتهم، وسط مناسبه هيروحوها هيشوفوا فيها افراد من العيله او صحبات بقالهم كتير ما شوفهاش. وللاسف عندنا ثقافيا في اشخاص كتير بتعمل كده، وبعد ما تقول كلام جارح جدا كفيل انه ياثر على الطريقه اللي الشخص فيها بيشوف نفسه وعلى ثقته بنفسه، يرجع يقول لك ده انا بقول لك كده عشان مصلحتك، عشان تاخد بالك. لو انت مريتي بحاجه زي كده عايزاكي تركزي قوي في اللي انا هقوله. رقم واحد، انا عمري ما هسمح لحد يكلمني كده الا بيني وبين نفسي انا بتنمر بنفسي. ايوه، انت بينك وبين نفسك لما بتقفي في المرايه بتقعدي تقولي انا ازاي شكلي بقى مش حلو كده، انا شكلي بقى وحش، بتقعدي تبصي الناس على انستجرام وتقارني نفسك بيهم، يجيلك افكار انت ما بقيتيش حلوه او عمرك ما هترتبطي بالشكل ده، او لو مرتبطه ممكن حقه ان هو يروح لحد. ليه؟ لان انت بتفكري زيك زيهم، فده بيخليكي هدف سهل جدا ان يتم التنمر بيكي. وعلشان تقدري تتصدي لده لازم رقم واحد تتعودي ان يبقى عندك سيلف كومباشن، ان انت تبقى علاقتك بنفسك علاقه فيها تفاهم، ما تعمليش مع نفسك اللي بيعملوه معاكي. وعلشان كده اهم نصيحه في الجزء ده، لما تلاقي نفسك هتقفي تتنمري بنفسك، هتبصي لنفسك في مدريه بطريقه وحشه، لازم تفكري نفسك انت مريتي بايه. سيدات كتير جدا بتزيد بسبب مشاكل في الهرمونات، ضغط نفسي، مشاكل في الغده بعد الحمل، او ظروف نفسيه او ماديه بسببها اتضغطت فما كانتش عارفه تظبط اكلها. عادي يعني يا جماعه، الحياه ما بتقفش، كلنا بنزيد وبنخس على مدار حياتنا. لكن لو انا سمحت للفكره دي تاخد اكبر من حيزها هفقد ثقتي بنفسي، وهبقى ما عنديش اي مناعه ضد اي شخص هيجي يهاجمني. رقم 2، لو انت بتمري بحاله تغير كبير في الشكل، بلاش ان انا اروح لناس واقعد اقول لهم انا وزدت وشكلي. احنا بنعمل الحاجات دي اوتوماتيك، او بنبقى متخيلين ان احنا لو عملناها اللي قدامنا هيفهم ان عندنا مشكله وهيسكت. انت كده بتفتحي باب لشخص ممكن يبقى ما عندوش ذكاء اجتماعي، او ممكن يكون نفسيته مش كويسه، يبدا يتنمر بينا ويقول لنا كلام سيء جدا جدا تحت شعار انا بقول لك كده عشان مصلحتك. الحاجات دي ما بنشرهاش غير مع اشخاص قريبين قوي منا، عارفين ان هم عندهم وعي نفسي فهيبقوا حذرين في الكلام اللي بيقولوه، او بتيجي الكوتش زي واحده متخصصه في اضطرابات الاكل والمشاكل اللي ليها علاقه بالبودي ديسمورفيك، هتقدر تساعدك، لان التعامل في الموضوع ده بيبقى حساس جدا. رقم 3، انا بقى حواليا مجتمع متنمر بيعلقوا على جسمي لازم هنا ابدا احط حدود. وارجوكي ما تخافيش على مشاعرهم وانت بتحطي على الحدود، لان كان الاولى ان هم يخافوا على مشاعرك وهم بيواجهوا لك الكلام ده. ولا انت شايفه ان مشاعرهم اهم من مشاعرك؟ لان دي ممكن تبقى مشكله انت محتاجه تقعدي فيها مع نفسك. فتعملي ايه؟ اول ما حد يبدا يفتح موضوع الجسم تبداي تقولي دي حاجه تخصني، مش حابه اتكلم في الموضوع ده، او لا انا تمام ومش فارق لي، ان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه. ممكن نغير الموضوع، ممكن نتكلم في حاجه تانية. فتبداي تحطي حدود، فتخلي الاشخاص اللي قدامك يعرفوا ان هم they are not welcomed في ان هم يفضلوا يتدخلوا في جسمك ويقولوا لك انت ازاي سايبه نفسك وانت. انا مش محتاجه اسمع الكلام ده. ليه؟ الكلام ده يا جماعه ما بيساعدش، بالعكس الكلام ده بيبقى ليه تاثير سلبي جدا على علاقه الانسان بجسمه. ولو علاقتنا بجسمنا بقت علاقه متوتره مش هتعرف تتحسن. لو انت حاولتي تطبقي الحاجات دي وما عرفتيش، ساعتها بتلجئي للسيشنز، ده دورنا ان احنا نساعدك. يفضل ان يكون حد متخصص في الحاجات اللي ليها علاقه باضطرابات الاكل، البودي ديسمورفيك، البودي ايمج وغيره، لان هو ده التخصص اللي يقدر يساعدك انك تصلحي علاقتك تاني بجسمك.